السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفرحة وسعادة وهنا. النهاردة بقى جايبة لكم تمرين قوي جدا. ممكن تكوني سمعتي عنه قبل كده، بس لازم تعرفي تستخدمي التمرين ده ازاي. طيب، أهم من التمرين والأقوى منه إن يكون عندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، إن هو قادر يغير حالك من حال لأحسن منه. وثقة من جوه يا حبايبي، مش يا رب انا واثقة فيك، لا، انا عايزاكي تكوني واثقة من جوه بجد. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى قادر يغير حالك من حال لأحسن منه. طب يلا قولي بقى التمرين يا ياسمين، شوقتينا. بصي يا جميل، عايزاكي كل يوم تقفي قدام المراية وتقولي كده بثقة، زي مثلا: أنا أستحق السعادة، أنا أستحق إن أكون سعيدة. مش عايزاكي بقى تفكري في أي ظروف حواليكي ولا تدي لنفسك أي طاقة سلبية. عايزاكي بس تركزي في الكلام اللي انتي بتقوليه لنفسك في المراية، وتقوليها كده بقلبك قبل صوتك. وعايزة يكون عندك ثقة: أنا أستحق السعادة، أنا أستحق إن أكون سعيدة، أنا قوية جدا. مهما كان تعبك صدقيني هتلاقي تعبك ده اتحول لقوة، لأن معنى تعبك ده اللي انت واحدة بتحاولي، فانت بإذن الله هتكوني قوية. تالت جملة يا حبيبتي تقولي ايه: أنا قادرة أبدأ من جديد. مادام يوم جينا علينا فده فرصة لينا. أنا دايما بقول الجملة دي: مادام في يوم جديد فده يبقى فرصة اللي احنا نحقق حلمنا ونحقق هدفنا. رابع جملة تقولي ايه: انا استحق كل التقدير والاحترام. ما تسمحيش لحد ابدا انه يقلل منك. عايزاكي تبصي في مرايتك وتقولي الكلام ده والجمل دي كل يوم. عايزاكي كمان تقولي: انا ربنا بيحبني. حتى لو انتي بتعملي اي ذنب استغفري ربنا، ربنا سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. ربنا بيحب يغفر لنا ذنوبنا، وباب التوبة مفتوح. اوعي تيأسي، اوعي تيأسي ابدا، وتقوليها بثقة كده: انا ربنا بيحبني، انا كل حاجة بتحصل لحياتي فده لصالحي، لان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيختار لنا الاحسن. انا ناجحة في شغلي جدا، او انا ناجحة في دراستي جدا. سبحان الله، هتلاقي عندك طاقة رهيبة انك شغلك ده يخلص بسرعة، او دراستك دي ربنا سبحانه وتعالى يفتح نفسك عليها. هتلاقي بجد الجمل دي فرقت معاكي جدا. عايزاكي كمان تقولي: انا بيتي هادي وجميل. سبحان الله، هتحسي بهدوء وسكينة وراحة نفسية فيه جدا. عايزاكي تقومي كل يوم تقولي الجمل دي لنفسك، يعني ده تمرين يومي، مش عايزاكي تفوتي يوم. اول ما تصحي تقفي قدام المرايه، وزي ما قلتلك قبل ما تعملي التمرين يكون من جواكي: انا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، انا واثقه فيك يا رب انك هتحقق حلمي وهتعمل كل اللي نفسي فيه. وتقولي الكلام الحلو دوت كل يوم ليكي، وتقعدي كده تقولي بقى تغازلي نفسك: يعني انا جميله جدا، انا قمر، انا شعري حلو، انا عينيا حلوه، انا مش عارفه ايه، انت فاهمه؟ سبحان الله يا حبايبي، هتلاقي تغيير في مودك مش طبيعي. طاقتك اتغيرت 180 درجة، بقت أحسن كتير. بقى عندك ثقة في نفسك رهيبة، عندك هدوء نفسي وراحة نفسية. أنا عايزاكي ما تستنيش كلمة حلوة من حد، ما تستنيش حاجة من حد. كل حاجة نفسك فيها قوليها لنفسك. شبعي نفسك كلام حلو، اشحني نفسك طاقة إيجابية. خليكي كده دايما إيجابية، وكلامك حلو وابتسامتك جميلة. لأن يا حبيبتي سعادتك وراحتك النفسية فده قرار بيجي من جواكي. انتي اللي تقرري: أنا هبقى سعيدة ولا لأ، أنا هكون مبسوطة ولا لأ. خلي دايما عندك تفاؤل وثقة بربنا سبحانه وتعالى. حاجة كمان يا حبيبتي ياريت تعمليها، وهي التنظيم، اللي أنا أنظم وقتي. يعني مثلا مش هصحى من النوم بقى واشوف النهارده اليوم هيمشيني ازاي، لا، عايزاكي انت اللي تمشي اليوم. طب ازاي؟ يكون معاكي نوتس وقلم، دول دايما يكونوا معاكي في شنطتك جنب سريرك، يعني دول ما تستغنيش عنهم ابدا. ان هي سبحان الله لما بتيجي تكتبي بتحسي ان اليوم فيه بركة، وتحسي ان انت انجزتي حاجات كتيرة قوي. واهم حاجة يا حبيبتي اول ما تصحي طبعا تصلي، تستغفري، وتقرأي الورد القرآني بتاعك. اعملي كل يوم ورد ليكي حتى لو صفحة واحدة.
صدقيني هتحسي بطاقة رهيبة جدا، راحة نفسية مش طبيعية. هتحسي ان انتي رضيتي ربنا. وابدأي كده سمي بسم الله وتقرأي الورد بتاعك، وعودي نفسك يوميا، والله هتلاقي بركة في حياتك مش طبيعية. هتلاقي راحة نفسية رهيبة، هتفرق جدا في طاقتك، وهيفرق جدا في هدوءك النفسي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويدخل عليكم بالنفع يا رب. لو عجبك الفيديو اشتركي في القناة واعملي لي لايك، واستنوني الفيديو الجاي بإذن الله.